من دسائس النفس ورعوناتها حتى لا يصدر منا إلا ما في رضاك وقطعنا عن كل ما سواك واملأ قلوبنا من حبك ومعرفتك وخوفك والتشوق إليك وطهرها بالتقوى يا أرحم الراحمين يا عنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم أصلح شؤوننا ظاهرها وباطنها حقيرها وجليلها وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أمس كان كلمنا في الناس اللي بعملوا في الصدقة، فكان النبي يعين واحد من الصحابة يقول أمشي في القرية الفلانية وأجمع زكاتهم يجيبها، وقلنا العمل في الصدقة ده أجر كثير لكن فيه خطورة. النبي ما فايش ده لما قال للصحابي ده ما تقعد في بيت أمك والمزكين يرسل إليك الهدية في البيت. إذن أمر خطير. عشان سألنا علماء القواعد ما دام الأمال بألق قليل في صدقة على المساكين لابد من نلقى الوسط. عشان علماء القواعد بيقولوا الشركات والمنظمات والدولة اللي بتمر الخلة ريس سكر دهن تقول يوديوها الزؤول الشعب، فلا بد من علم القواعد بيقول المدير لهج التالي كما تمر بالسواق ينتم من الصدقة ده. مثلا هكون ماشي بودي 40 طن أنا قمي ولا ريس يشيل 10 طن يخصص للعمال عشان يحمل 30 طن وقاية. لأن الذي لا يدرك كله 40 طن إذا كان ما بوصل ده لابد نلقى طريقة نوصلوا 30 عشان ده 10 ينتم للمدير والسواق والسكرتير والعمال كل يقسموه يودوه في بيوتي خلاص هو نفسه مطمئنة. تو الباقي ده
بقول ببركة المساكين أنا ذاتي لقي توبة ما بحصدم في الفضل. ده علم القواعد، تلقى إلا بالطريقة علم القواعد. ما رشوة، ما رشوة، إنما إصلاح ذات البين. ما دام الصحابة هم الطاهرين، هم بمشوا بجوبه، والنبي كان من فضل وجود كرمه بسل شيبانتين، وهم إنما القناعة. ده الفرق أماناني. فالمدير إن شهريته مثلا هو إن 150,000 كل شهر، لكن لما 40 طن 50 طن نار رز ولا سكر ولا دهن بعلق بقلبه هناك. فعلماء القواعد بيقول يزود له شهريته قبل من 150 يسوي 200. ده واحد. ثانيا كمان حتى الشيء البنت المساكين كل يبقس منا ينتم يودوه بيوت. خلاص ربنا بعالج المرض ده. بمنع ما يعني ياكل الفدة. شداء الذي لا يدرك كله لا يترك كله. هذا علم نفيس، كما قريت ما تقدر تفسر القرآن ولا حديث. القرآن والحديث هم الأصول، ومعاملة الناس كان اللي بدور علم القواعد. وكل زمن بزمن. زمن الصحابة ده اليوم ما فيه. ما نأكل الصدقة، وللأمة كما كل من الصبون في النار. زين، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. العلوي الشريف بقول شرف الصدقة. الصدقة البمرقوها دي عندها شرف. وفضل المتصدقين، الله يرحم المرحوم إبراهيم دودو باني هذا المسجد، كان سمي قرية من قرى حول أنجمينا يشهن سمير مرك. أنا خلى ويوم دا ما يمشي شركة، هو بنفسه يقدم والعرب لها من الطعام تتبع. وصل القرية يجلس على الكرسي مسكين كما أنتو، هو ما يقوم من الكرسي، يحاسب الناس ويحاسب الشواويل، ولا بد كل إنسان يلقى. حتى البلامة دول شيف دراس دول كل منتي يرجع له شواويل يفسين. وحتى الأمة لها المشي مع الوتير كلها حق ينتي، لكن بنتي بعد ما ينتي المساكين. المساكين يوم مد ما بكوا دم. فضل المتصدقين البسل الصدقة دول. ومن الشرف الذي ادخره الله، يعني دملك ادخار تعالى لهذه الأمة ما أعده الله تعالى من الفضل. أعد جهزا من الفضل الجزيل، فضل كبير، فضل عظيم، والثواب الجليل على الصدقة
وما ميزه الله به المتصدقين. عشان انت ما عندك ما تحزن. الحديث قال حتى اللقمة المرتك ترفعها وتجلس بقدومها كل الصدقة. عشان ده حبيبي ما تقصر في المصارف، وكان ما عندك ما تكلم شيء، ما تزعل. أقولتيت المصارف ده حقها هي، ما تأير ولا تكلم فلاح الفاش بكلام بارد. أنا وإنت كل أبيتنا الله وأمز الرزق ما جاء خلاص هي تفهمك. ما دام أنت ما إله عبد بنتك أنت بكلام بارد ده بتفهم. أما تكشر وتشلت وتدوق بخرب بيتك. إذن من الخصائص الحميدة يعني الأوصاف والمزايا، المزية ما شيء نادر شيء من الآخر. المجيدة يعني السمحة. وقد جمعت جملة صالحة من ذلك. سيدي علي العلوي بيقول كيف نظر إلى الأصول لقل لكم شيء كان عملت به بنفاكم أذكرها إن شاء الله فيما يأتي. الصدقة تزيد في العمر ويذهب الله بها أرذل الأخلاق. الصدقة ظاهر الحديث بيزيدك في العمر، بعدين نوضح لك. وكان أخلاقك هواني، ولا ما أمك ولا ما أبوك ولا ما إيالك ولا ما زوجتك إلا كشرين والدقيق. الصدقة تسلى دي بتحسن أخلاقك. شيء تنسى للكلام المر، كلام الشيء وأسوأها، ويحفظ بها العبد من الفقر. ما دامت تسل الصدقة ما تموت فقرا، ما تموت فقرا. الله من أحسن ما أقوى أن تكن غنى وأنت تتصدق تموت غني. فعن عمرو بن عوف قال رسول الله إن صدقة المسلم، طبعا المسلم كل داخل، أن المرأة ما عندها فرص كثيرة من الصدقة، لكن لما تسوت العيش قبل ما تمرقع سورك أنا الزوجة تشيل لها مخرافة تكتر منا لجارتها المسكينة اليد الأرملة، وتسب منها شيعة وتنادي سخيرة أو بويا يقول ودي لي فلاني. هي بكتب لها صدقة والراجلة كله بكتب لها صدقة، وإن ما عند خبر ما هو الأنفق. البويا المشى من السوق شر اللحم كله بكتب له صدقة. قردي هنا المجزاء البسل من الطعام بسوء أكل هو كله بكتب له الصدقة. عشان ده الإسلام عظيم. أنفق لينفق عليك، ما تسمع كلمان الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء.
عشان ده انت مامور تطيع الله ورسوله، ما تسمع كلام عن الشيطان. والنفس زي ما قلنا هي مخوي أنا إبليس. قال رسول الله: إن صدقة المسلم تزيد في العمر وتمنع ميتة السوء، يعني تموت موت هواي. الصدقة بحفظك منها. ناس ويدين كان جابوا موت له يشيل التراب يصب وجهه، يخرط جسمه بخنافرين وجهه كله يشققه. ده بينادوا ميتة السوء، يشيل راسه يدقه في درده. الصدقة التنتيه كل ما يمنع بتحفظك من موتة السوء. ويذهب الله بها الكبر. انت ما دامت تسل صدقة للمسكين تكبر انك تبرر من قلبك. وانا شاهدنا في المرحوم ابراهيم دودو بلبس جلابه وتقيبس إما كل ما بلبس، وبلبس ما خلق فاخر عادي. كان لاقيته معي في درب ما بتعرفه، والله ما تعرف. هسه الويدين ده بلبس خلق ب60,000 70,000 مما شكيت تقول ده فتره. لكن ابراهيم طول حياته عاش جلابي عادي وتقيب. إذا الصدقة تمرق من قلبك التكبر سمين، والفقر فقر كلها من بيتك بمرق، والفخر الكولاف ويجينا ما كماش كلنا من تبو تاكي. هذا كله إعجاب بالنفس. انت يا تو بدايتك مني هسبتنا ملل هراء وأنباك الفتيس مثل بالسي والكلمة المزقة اللي في الدنيا ابتباب الرشوم. والمراد بزيادة العمر البركة فيه. تعيش 60 سنة كأن عشت 100 سنة. كما بركة ده محي الدين ابن العربي لمختصر خليل شرها 400 مجلد. قال ما بركة في الأمور. كما كيف وقت صلاة الخمسة جمعة ويمشي يدرس ويجي يقعد يكتب. يا أوين كله بدور مصاريف، والعيال بدور يشيل من التتم إلى إيمي. عشان ده الصدقة اللي بتنتهي دي كان اشتى 40 كأن اشتى 80. البركة في أمرك. أما الأمر كتبوا في بطن أمك ده ما بيزيدوا. نادم آخر في نفس الأمر وما بيصدق كان مات بقول فلان مات أجله ما له عشان خير ما شافوا. الملائكة فوق ما شافوا خير. إذا الله يوفقنا ما نكلف نفسنا. أم المؤمنين عائشة يعني تمر وايد صدقت عشان ده انت لا تشوف كتب إلا كان الله أنت كتير قبل أنتك 100 ريال 10 ولا 15 ولا 20 صدق. الله بيجس البركة في 80 ما بنقص. الله بيجس البركة في 80. ربما 80 تمشي تلقى شغل 800 ريال مقصر 20، لكن التاجر يقول لك شيله ببركة صدقة الجميل
بهننا حتى التجار والبياعين شندا. والمراد بزيادة العمر البركة فيه بأن يوفق للأعمال الصالحات. يعني الله بيوفقك، يخلق قدرة فوقك لتعبد الله. التوفيق، وما توفيقي إلا بالله. التوفيق هو الله يخلق قدرة عشان تطيعه، وبأن يوفق للأعمال الصالحات فيعمل في سنوات قليلة من الخير ما لا يعمله غيره في سنوات كثيرة. كان الله ما دس البركة ده العمل الزول بيصدق سودة انت دبل او ثلث قلت شيء. والصدقة تزيد في المال. الصدقة يا بنتي كان جارتك قالت بتدور بصلاي ولا توماي أنتي اليوم قزنا كمل ريشونا أنتي. الله بيزيد في أمورك، والله بيدس البركة في بيتك، ومصايب كما بقى في بيتك. شغل هين بس لا وحيدة توماي لها ما يسخير ميلة شتى درابة. هذا بس الله بدور قلبك، ما بدور كتب. هو خالق الشيء ده. إذن والصدقة تزيد في المال وتباركه وتدفع عنه المفسدات. قال صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. الحديث رواه مسلم. قال الشيء التمرقة تنتل المسكين ده ظاهرة بنقص من جيبك بنقص، لكن في الحقيقة انت بقيت سبب ليزيد لك. ما بقول انفق لينفق عليك. انت وننا انتو. ايوه، واللي بيكلم ده هو الله، ما بخيل، كريم، مخزنة ملان، ولله خزائن السماوات والارض. هي بقول لك انت ننتي. شغل ده كان سلطان ولا رئيس بقول لك ما بتطبق التوالي. والمعنى أن النقص الحاصل في المال في الصورة البنشاب برا ما 100 سلت من 20، أما نقص في الصورة الظاهرة بنشاب نقص، لكن مجبور بالبركة. إما بطون البيت، الناس الساكنين البيت بطنهم بيقيدوه، بدل من ياكل نص ياكل مبة تمام، البطن تاكل نص بس، خلال بالتروى. هسا تلقى ناس ودين يومي ب5,000 قدر يقيلوا. الإنسان يلا دس بركة 500 بقيل مع البضاعة الخالية كلها 500 ده خلاص. بسبب الصدقة مجبور بالبركة الخفية ملبدا، وهذا مدرك بالحس. الشيخ بيقول أي زول بيصدق له هو بيحس بأن الأنتدة بعود بآخر، والعادة أو أنه وإن نقصت صورته لكن ثوابه المعد، الأجر المنتج لي له في الآخرة
جابر لنقصه. الأجر المنطوق ليوم القيامة بخليك ما بتنظر إلى النقصان. والله أعلم. يا الله يوفقنا للصدقة. أنا دما كبير أنا ناس الكثير يفسدون. زين، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الله قال ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. ويعلم بالرفع، الكلام جديد مستأنف، ده كلامه. أما تقدر تقول ويعلم كمان الكلام ما جديد بدون عطف. يعلم ده تعطف وين؟ على التعليل، أي يغرقهم لينتقم منهم ويعلم. كي بجتو بفتح الميم بمعنى بعد ما الكفار يغرقهم يزقي مع المزين من اين تتير سمين ويعلم الذين يجادلون، الناس بيجادلوا في آيات الله في القرآن ما لهم من مهيس، أي ما لهم من مهرب، طريقة يخلص من عذاب الله ما في. كأن الله يحفظنا من الكفر وإن قري من جدال العلماء. هم من الله نور عقلهم بيستنبطوا الآيات والأحاديث، وإنتي جرابك يابس شندما تخالي الساكي. كيف مخلتنا أبو جهل بقول للنبي محمد أنا سلطان قايد يا خالق الأرض والسماء باب الشفني أنا يا بشفى أنت اليتيم ولا أم ولا أبو شفاء. هذا المرض حتى في السلاطين قايد. عشان ده الله بقول اللي بكلم عن كده نجسم علمه نصيحتي مبين أو نعزم عذاب أقلم يرجع. أنت كسلطان كل ما أبيت على الله يا الله كان بيصير شغل اللي يشاورك قبل. أنت يا توب خلقك ما شاورك الله وخلقك في بلد شات ما شاورك وولدك ما سلطان الله يا أنت وترجى من الله يشيف السلطان هناك ويخلي ملكه ما ممكن. بطان بقول يا محمد كان إلهك بريدك زيادة مني أنا، يعني وين بشيلنا علينا. يجي يدخل مكة ويمر بالسلطنة ما يدخل يقول السلام عليكم كله. أنا جاي لشعبي هناك محمد ما يستأذن مني كله. النبي قال بشيء صح ما بريد، قال خلاص خلينا إلهك ولا بيشوفني أنا سلطان ولا كان جاي ماشي لشعبي ما بيشاورني. أورينا ما كان قايل نمشي نهج وما أشياء. هذه نقص في العقل، تكبر.
ها الله بقول يعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص محرم. شندا شفت وين هتلر الذي استولى على أوروبا كامل، ولا خلى فرنسا ولا خلى إنجليز إنجلترا ولا إيطاليا، كلها استولى. وين هو؟ نهاية الأمر شالا قنبلة، دخل في بيت وسد الدرب وفتح القنبلة في نفسه وانفجر هو والألماني ديو عليهم قدي، وفرنسا مستقلة وإنجليز مستقل. شندا لا يعجبك نفسك، ملكك ولا غناك ولا قدرتك ولا يا بنيتي لا يعجبك سماحك. إذن ما في مهرب، الرجين من الله كما في الطريقة، ما دام أننا مسجونين بين الأرض والسماء. خلاص فهمنا؟ الله يهدينا. ها الله قال فما أوتيتم من شيء، فما أوتيتم الخطاب للمؤمنين، الشيء الله أنتاكم ليدا، سواء بيت وتير مال، كنت بالغ يا مؤمن. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الله بقول تمشي يوم القيامة ولقد قد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. إذن الشيء المقام اللي عندك والغنى لا يلعب بعقلك، ما بغيرك من عبودية، ما بيبدلك من عبودية، تقعد عبيد بس. عشان ها الله قال فما أوتيتم من شيء من متاع الدنيا، فناس واجين 200 300 بور مسكن، ومساكن واجين مؤجرين يا قيدي. ألا يغرك بيوتك ده، فمتاع الحياة الدنيا تتمتع به. لو عندك 400 بيت ليل وقع هجا، تقدر كدر وتعش بده تمشي تنوم في 400 بيت ده، بتنوم فواج بس. إذا المسكين كله برقد في نفس البيت، انت عندك 400 كلك تنوم فواج. فرق شنو؟ عشان ما تخليه شيطانك يلعب بعقلك. ها الله قال وما عند الله من الثواب، والله الله يرحمه إمي صبر، يعني مات أويله وإياله شغل من أسبوع، وكان في حياته فلان 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 يشهد أنت بربر دنيا لك ما بشفا، غني بقلب راكب وتير كان ماشي، كان قلت له يا وتير تلا بجلي بنتك وهو بروح برجله. شيء وقر في قلبهم أنني إيالي، لكن الله ما أنتهى هذا. والله يا أسأل الله بخدمة القاعدين نخدموكم ده نسد الفرق النقصان. فما أوتيت من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله من الثواب خير وأبقى. الله
بنتج لي بعد الممات أحسن من ال400 بور اللي عندك لي هنا في الدنيا. خير وأبقى، لأنها الدنيا يزيد وهنا القيامة قايد ما بنقص، والشيء اللي الله أنتك ما بيشيل منك، ما مثل الدنيا. جوزك مرة سمحة كان قال لي تعذبك بيشيلها منك، بيجوزها لرجل آخر. قال أنت وتير، قال لي تعذبك لقيت مسكين وديني للتاني، وتر أنا أبوه ولا أنا أبدا ما تقسمها قاعد ما تشيلها، الله بيشيلها منك وتر. ما هو الأبد الله يرسله عشان ده قلة أدب على ما مع المسكين، مع الذي أحسن معك وهو الله. عشان ده انتبهوا للأمر. خير وأبقى للذين آمنوا. حتى عندنا ولي بقول ما بعرف لا، جاء مسكين قال له سيدنا أنا عارفة أنت ما بتقول لا، ندورك والولد ما عنده شيء، يقول لا ما بقدر. قال له وديني بيني لفلان، مشى ليه؟ قال يا فلان، قال نعم ده عبدي شرالي. الولي مشى قاعد أبي بكان الغني. تو الغني الناس من برا بجوا، زمان ما بجوا انت تدور شنو؟ قال نادر، قال ما قال هم ولي نين ندور بركه ندور دعاء. سنك يا قال له انت الهله كله بدور ده سوى شنو يا بقيت ابد؟ قال والله من عباد الله واحد محتاج الجاباني لك وما عندي شيء ننتي شندا قلت له بيئني. قال أعوذ بالله، قال أعوذ بالله ساميني انت هو وقرص الشريطة بينها. نعم إيش نجرب الشفاء. وما عند الله من الثواب خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، أي يعتقدون أن لا ملجأ لهم من الله إلا إليه، ولا ضر ولا نافع ولا معطي ولا مانع إلا الله. شد الناس شكشك، الناس شكشك. في رجل في جمل الصحابة لقى رجل عند جمل ماشي بين السوق، مو ما عنده قروش. قال له سيد الجون تعال نمشي. جابه والنبي جالس معك مثل الجالسين. قال له يا رسول الله الجمل ده ما ماشي بودي السوق وأعجباني وأنا ما عندي قروش، أشيري لي ما بيشابه عن الولد بعد. فالنبي قال لي يا سيد الجمل تدور كم؟ قال لي دور كي؟ قال لي أنت الجمل أخوك، أنت يومين، يوم التالي شيل قرص.
وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون يعتقدون أن لا ملجأ من الله إلا إليه. النافع هو الله، والضار هو الله، والمعطي هو الله، والمانع هو الله. والذين يجتنبون كبائر الإثم، أن المؤمنين الذنوب الكبار لهم ما بيسوى. في ناس مؤمنين كالملائكة، أوردكم وكتبوا جامعة أمسيوغو في أبشة الزول الجبابين المسجد ده من كل حارة نادى الصلحاء البخاف الله. أبا بوري المرحوم الله يرحمه يعقوب ثور قال هو كل وقت ده الذهاب الشام، لأن سنة 50 الذهاب ولدوني. المسلمين من كل حارة عزلوا الصفي، سووا لهم عزومة دبا خنم أكلوا أقل دور نادم من بلغ لليوم ما زال يهود لنا درنجيلة هنا ساس المسجد. والله تمشي أمشي تلقى الجامع ولا شك ولا تك. اليوم 70 سنة المسجد واقف ما ينشق، لأن الرجل الجدع جهة الدرنجيلة قال والله ولا هميت ولا زنيت. بعد ما كمل الجامع نادوا للمسلمين وهو كل نادوا في مكان السلطان. سيد الجامع قال أمير المؤمنين إمام برا من هدن القوي ندور إمام عن الجامع، فاختاروه بس سووا إمام عن الجامع. المؤمنين البعيدين من الأفعال الشينة، الدخل في الغار ما الأمر السمع خلصان. ها الله قال والذين يجتنبون كبائر الإثم، ذنب كبير ده هم ما بيسوا أبدا، ولا زنا ولا لواط ولا أكل الحرام ولا أيقل الوالدين أبدا. ما هو الكبائر؟ قالوا ما هي الكبيرة؟ الكبيرة إما عندها حد في القرآن كان سويته قانون هنا ربنا بيهدوك بيقيموا عليك الحد، دي بقول لها كبيرة، مثل الزنا والزانية والزاني فجدوا كل واحد منهما، والسارق والسارقة فاقطعوا، يعني كل ذنب كبير عند حدود في القرآن بقول لي كبيرة. أو كمان يوم القيامة مهدد بعذاب، شغل ده كان سويته يوم القيامة ندي السوق نار، ده كله بقول لها كبيرة. برا من تتين ولا حد ولا تحديد، خلاص الباقي ده بقول له دقات، ده كان وديت سلك نفل كل بيسامحوك منه.
نعم. ما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه. هما كلك جهنم. على كل حال أنا نحمد الله ونشكره معكم انتم الرجال والأوين تعاوننا كلام هنا حليمة اندرجندا ودرنا بتقول عزبة ما وهدي أما الفروخ ما وهدي ده والله قشينا من ده وشيفوا الأوين الصالحات بزاهم معاكم في الدين. أنينا 67 جينا في أن جمعنا يعني البني كم ما تزنا يعني هواني ما تنفع بني فكرة مرة متزوجة عند مخاوين بر لكن بحمد الله وقفنا وقفة سيسي من جافر ليه مسجد السلام هسه شغل بنادم فخر بالزنا مات أوين تشاديات حفظ القرآن بيقول تجانيات بيقول أمهات صالحات أولياء خلاص نحمد الله. ما تخاف كم مشيت قبره كله كم ملائكة يقول لا أنا أجيب ما مؤاس شغل الهوان في أنجمين كالسيلة مستر مكتوب قايد عشان ده أحمد الله على ذلك. أيوة. والذين يجتنبون الكبائر الإثم والفواحش كان قالوا الفاحشة شغل كان نادم شافه أو سمعه بقول ده بقول له فاحشة. ها الله بمدح الناس ما بيرتكبوا الكبائر وما تشم منهم كلام شيء ولا فعل شيء. قال وإذا ما غضبوا كان زوج ألام هم يغفرون ما بزعلوا وكان زوج ألام كان بقول لي سامينك سامينك ولا بيسلوا سكين ولا بندق ولا عصا. أنا من جلست في المدرسة 17 مرة قطعوا لي درب يقتلوني لكن قولوا في عبد الله ما هاك في الجنة أنا لا أبالي لأنكم إخوان تغفر له كل معادل فإني سمحت له ظاهر. كان ما بتسمع ما بتلقى شيء كان قايد في الهلة ما بتسي أجو بمعنى أنت خير يا ما بتسي كان بتسي خير يا تلاقوا ما شر بس ما النبي لواحد أنت 10,000 خنمي وللواحد نادى أنت خنمي واحد ما زين قال والله الله الرسول ما قال أبكيت قسي ما قال دخل فيه الخلال الواحد انت كشريته امشي في سوق الخلم ساكتوا حقه هو ولدى انت 10,000 لدى انت ما تقول الحمد لله. قال والله الله ما رسلك مثل نعم الحلف بالله. أبا سيدنا عمر ذول قال دق راسه النبي قال لا يا أبو بكر مشى قال له أسمع قال 10,000 على خنمان أنت فلان على قال ما أن تقول واحد ده أنا أمك ولا أبوك ولا مرتك ولا يارك والمقصد المرمى مخير
ده خليه طالب بالله ده. انا يا كسوت كل بوجك ناقص شنو؟ سالوا من مالك ولا من مال ابوك؟ قبل اغلى الرجوع. اما عمر جل والله قالوا ودوا دي النفس ما بفهم ده يودوا هنا فوقهم. شندا سي الخير الله اتقي شر من احسنت اليه. اتقي شر من احسنت اليه. قال نادم سويت لي سمع، قال لقيت معايا في الدرب لبت منا شيطان بعرشه بقول هجى من بالي موتون روضه اللي كلنا ملقى هو يا شر اللي موت تهمه ساكت وتفرح. وانت كان بتريد تنتلي أنت تلي إحسان وبركة ومودة بينك. الرجال الكمل ما بيرتكبوا كبائر ولا قول ولا فعل شيء، وإذا ما غضبوا هم يغفرون. شنا في عالم مشى وقع ميكروفونه يبقى كان نادي عظيم وهاجم. يوم كمل الدرس رسل لي قدم لي فتوم أكا قام ماشي مرة قال لي مفتاح قال وتيجي جيل قابل هناك الله. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي. سيدنا من يوم أنا بتلك بلساني إنه بكلم كلام مرجع ما ودر خلاص. شندا أي مرض عند الدواء. والذين استجابوا لربهم السين والتاء زائدتان للطلب، يعني أجابوا إلى ما دعاهم إليه من لا إله إلا الله وعبادة الله، وأقاموا الصلاة أي أداموها، وأمرهم شورى بينهم. عشان ده أنا أما منا في البيت كان قال لك ما سوي لي خير ما تزعل. هو كلامه صحيح، السوء لا خير الله ما يمكن. ارفع ايدك، كلامه صحيح الخلقاه. لا أن نقول لك حقيقة الأمر هي خلقها، هي خلقها سميه، وهي دساء محبتها في قلبك، وقاي في البيت كله هي بنتجها بتنتهي. كلامها صحيح، خير ده من الله ما منك انت. سلطان مشى كدادي بقنس لقى طفل في قارة شجرة مزقول ببكي، جو يقف لأبيده قال لهم ارفعوا صخرنا، فتشوا حوالي اما الصخر فتشوا ما لقوا. قال شوفوه بني ولا ولد؟ قالوا بني. شالاه وداه بيت رباه ما بنى ما اياه نوم بقت مرة، لكن خلقانا الجبال اما دس لو تابعين سوى كوريو دسوا سكر. هذه المزقولة دي تمت مرة، السلطان قال نكمل حسناتي نسيا مرتي، واخذها ودخل بها. يوم من الايام قابتها قال لي خير وين ما شفت منك انت خير السلطان اللي سويتها.
سؤال، أما إيالك الهسة كده لقيتها مزقولة يا جد ربيتها، هي كلها بتقول ما سوى لي. سلطان قال نعالج مرضانا، نادى للعسكر الزوال مرقوا سوا. قال أنا وأنتم ما لقيناه في قار شجرة في وادي فلان. قال نعم. أمشي داخل كوريو قايدة جابوا مرقوا خلقاتها. قال خلقاني اللابسين السيلي دين اللي جيت به وودوها في قار شجر عمه وابوه شجر. ما قال لي انا سويت انا امي دول انت سانا ابوك دول. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. عشان ده يسيد بقول قلت شنو؟ قال انا سبب المسبب ورقتي لا اله الا الله. قال بقول له الله يخلوه، قال هي صلى الصداع وهي اخذ. قال له الله يكسكسه، وكان الله كسكسه انت قايل ما جنازه عشان ينقري الله ما بالكسكس. والذين استجابوا لربهم اجابوه واقاموا الصلاه اداموها وأمرهم شورى بينهم. هاي بناتي كلام مر للراجل كما توري. الكلام ما سويتي لخير ده انت بتهاجمي الله يجوزك لفلان. كلامك كونه للراجل ما سويتي لي خير ده بمعنى الله يا ما سوي لك خير، وده ببقى سبب لهلاك. ربما وحدانيتك كلها تودري انقري. اللي بقل أدب قدام السلطان يؤذب، وراجلك سلطانك. أيوة ما توري كلام مر، أوري كلام عنه بس. حبيبي نص نفسي أنت روحي أنت عقلي، دائما أوري الكلام الهلو بس انقري من كلام الشيء. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم. يعني المسلمين بلم بيشاوروا اتفقوا قبل يا بيسووا، يتشاورون فيه ولا يعجلون. ما خاب من استشار. انت كان شاورده ما تقول هش ابدا. اي زول شاورده ما يندم. ربنا يلهم عباده الخير لك بأورك، تستبد بهناك حلالك ده تقع في خطر. إذا كان النبي الله بيقول وشاورهم في الأمر وأمر شورى بينهم، عشان ده ينقري. كان ما لقيت إلا المرأة كل شاورة لمرتك كل شاورة. أيوة. وأمرهم شورى بينهم. ما كده ما الرئيس في كل ما أسبوع عندهم كونسي دي مينيستر، أما للشورى كما أي زول معين، ده وزير الداخلية ده وزير الدفاع، ما خلص إنه مسؤولية، لكن يلم القرار الوزير الدفاع شالده هم الآخرين يناقشوا حتى يقع في الصواب ما يقع في الخطأ. أيوة. وأمرهم شورى بينهم. أنا عندي 40 سنة علمائي القرونين كان قررتكم مرة في الأسبوع نمشي لك، فعلمت من ذلك هم بيتابعوا درسي. كان أنا قلت لهم تقول شنو في الدرس لنا؟ بقول يوم الفلاني خطيتي. كانت تدور تصلي الأمة
أفعل كي هسه كل ما كل هسه فضل إلا أنتو طلباقي وأمره شورى. ولا ليلة القدر ليلة المولد رمضان جاي والله من رجب مع الأحباب ثلاثة جعدنا بدري بينا 6 برميل لنا غزوال أمرنا ماشي ده بأمر الشورى. حتى البازات إن السيدات هم من اللي بيركبوا الأوين وبينزلوا بسبب الشورى. كي هسه الأمر ماشي. كما في ده كان دواس برضه، لكن بين الشورى أمرنا ماشي والله يتمتم بخير. واضرب للجيل الجديد مثالا وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم أعطيناهم ينفقون في طاعة الله. والذين إذا أصابهم البغي يعني ظلموا قاعدين نذكر الناس الكويسين بدينا به ما بيرتكبوا ذنوب كبيرة وكان ارتكبوا وتوبوا. جينا والذين إذا أصابهم البغي ظلموا الله بقول هم ينتصرون. ما فجزاء سيئات مثلها. ما مرة ساميت مرتين ساميت كبقى 3 مع الندم ما بفهم نعم ظلمت قلت لي ساميت بتنجي ظلمت قلت لي ساميت. الثالثة لابد تنتصر عشان هو يفهم ما شغل الدوف هو يا مطموس. عشان الله بقول طالب عند كل حق. والذين بقول شنو؟ والذين إذا أصابهم البغي الظلم هم ينتصرون أي ينتقمون ممن ظلمهم. أيوة مثل في بدر أبو جهل جابا شاعر هاجم للنبي كرموه في بدر. شاور الصحابة قالوا لي أكون سلطان غرة سامها صامه ما شالوا مني شيء. السلطان الغرامات ناس بيشيلوا مني قروش ما شالوا مني شيء. وسب النبي كل صامه. في أهد مرض بتم شعيرين يقول يسموا فوق لا عشان ده لما أهد لقيوا كربه النبي قال لي في بدر أيرتيني ساميت قبل مشيت بتان أيرتني في أهد علي أمشي الدقة رقبتي عشان ما بعرف خير لا خير فيه. لكن ده بعض من الناس ويدين طيل حياتي ساميتك أصل أنا قاعد فوق 40 سنة ساميت ده
خلقه هدي ناس وجين آخرين صدر قدر زمان لكن مرة كسامي والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون ينتقمون ممن ظلمهم لكن بمثل ما ظلموا والجزاء سيئات ودقاء أنكاف انت تشيل سفره لا انت كلها شدق أنكف الله قال فمن عفا وأصلح الزول الظلمات ده مرة مرتين ثلاثة على حسب صدرك كلما واسع كلما تسمع كثير فمن عفا عن ظالمه ما قلت لكم رجل جلق راجل في مرته قال لي ساميتك امشي كان ممكن يقتله بعد سنتين ثلاثة راجل المرأة مرق بالجمل ماشي في كذلك وقف في دين الحرامي خلي بربته ودلوا المال بقسم الرجل الزاني السموه جاي ماشي لقينا راجل المرأة قاعد مربط مشي قدام دلع فشل وربط نفسه من وين؟ الراجل السامهودة كسكس ورا دلع فشل ركب جواده وشال حربته وجل الحرامية داوى سم قتل منهم ثلاثة الأربعة بالتالي يمكن دخلهم كذا قبل جاء فارتقل رجل المرأة شد لي أفشة وقال لي ماشي وين؟ قال ماشي مكان فلان قال نوصلك قبل نقل ده بدور صدر وسيع لو كان تابعه وقتله اليوم يتوب بزعل شندا لابد من شيف أخوة أن الإسلام ما تبازيه أبدا ما منه لا عندما انقتل ini ingat Arkhin انت ما كفك بتسوق الباص الباقي خلينا سيادة التكنيك فرشك يا شيخ رابطة قوي الرابطة قوي الرخا نعم نقرب يديني نعم الله قال فمن عفا عن ظالمه مثل هذا الرجل اللي قال رجل في مرتدى هو عفا وأصلح مثل أنا سيدنا الحسين لا كما أدوان أبوه يا قبل لي سيدنا حسين كل أيره وسيدنا حسين بيبتسم بس يوم إيه سكت
قال لي ساميتك، قال لي كان أيرتني مرة نأيرك ألف. سيدنا الحسين قال كان أيرتني ألف ما نرد لك بواحد. دسيتني في جيبه وأنت قروس للذل البعيرة ده. دس في جيب ما وقع كرباء رجل البغلة، بقول والله انت ولد الرسول، من ينكره؟ ما فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا. إذن فمن عفا وأصلح فأجره على الله. الله بنتك أجر لا محالة. عشان ده الله ما يقدر يا بنيتي، الله ما يقدر. لكن كان جابوا لك خبر أن زوجك بخونك، كان كلام ده حققتي ولا ما حققتي؟ شيل السبب، امتحان إلهي ما تتلف بيتك. الله الذي خلقاك وخلقاك هدى وبنتيك حقك، ما تتلف بيتك بقوالة أنا ناس فلان بدير فلان بقول أمس رقد بكن أرس فلان ده كذب، مش رقد ما فلان انقري. فمن أفا وأصلح فأجره على الله. فلان انت سوي لي السمع ان جمعنا عند 100,000 مرة، في 100,000 اخترتيني أنا، وانت ما معصوم. كان خطيت كله أنا سميتك كان بين 100,000 قبل أزلتيني أنا شلتيني، سويت من سمع أنا كل اليوم نسامها. فمن أفا وأصلح. القرآن يا أبو قلت ترى فأجره على الله، إن الله يأجره لا محالة، إنه لا يحب الظالمين أن يعذبهم، ولا من انتصر بعد ظلمه. ظلم للظالم، ما ظلم بمعنى كفى، ما هو ظلم وهو كله كفى. الله بقول ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، ما خلد واسوا ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون أن يعملون في الأرض بغير الحق بالمعاصي. قال أولئك لهم عذاب أليم مؤلم، ولا من صبر وغفر. تدم مقامنا الأولياء الكبار. ولا من صبر فلم ينتصر. جبال انت وكيد مسكين هو مسؤول، ناداك وظلمك، دنيا شغلبك، انت بقيت مسؤول، وهو الظلمك جبال ده بقى عادي. الله بقول ما تنادي تهاكي بهانا جبال. ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن أزم الأمور، من الأمور الثقيلة، من الأمور النفس إلا تقدر تنتقم بس. ما تتابع إلهي. كان ناديت كل قل فلان وقت أنت ملك ظلمتيني وأنا اليوم ملك وأنت مسكين، ساميتك.
كي القرآن بدوره ومن يضلل الله فما له من ولي النادم الله ضله يعني ترك مع نفسه من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يوم القيامة يقول هل إلى مرد من سبيل هل يقبلون في الدنيا خممنا شين سوينا ده نبدلوا بالسماء دنيا ماتت در جد القيامة بطن الظالم يوم دقل بيتمنى الدنيا حيوه من جديد يقبلوا هناك ليعمل عمل الخير وقت عمل الخير فات والله ورسوله أعلم وبأسرار كتابه أحكم.